بعد ثورة يوليو 1952 وإسقاط الملكية وإقامة الجمهورية وجلاء الاحتلال الإنجليزي عن مصر، اتولى الرئيس جمال عبد الناصر بعد محمد نجيب. وكانت خطة الرئيس جمال عبد الناصر خطة واضحة جدا، إن هو هيساعد كل دول الجوار وكل الدول الأشقاء إن هم يشيلوا كل الاحتلالات اللي عندهم ويعملوا جيوش حرة مستقلة، وهو يجمعهم بعد كده في جيش واحد مستقل ويعمل دولة واحدة قوية بقى، اللي هي بقى ايه، الوطن العربي والعروبة، وان هم كلهم يبقوا تحت قيادة مصر وتحت قيادة جمال عبد الناصر. وعشان كده الرئيس جمال عبد الناصر هو من اشعل فتيل ثورة الجزائريين سنة 1954 ضد الاحتلال الفرنسي. جمال عبد الناصر فتح ابواب القاهرة لجبهة التحرير الجزائرية وسمح لهم ينقلوا صوتهم للعالم كله. مصر كانت بتبعت سلاح ومؤن وذخائر وكانت بتصرف على الثورة دي كتير، كانت متكفلة بالكامل بتدريب الثوار الجزائريين. وكان هدف جمال عبد الناصر الاول والاساسي ان هو يعمل جيش جزائري مستقل، واللي نتج عن التدريبات المصريه دي هو فرقه المظلات وفرقه الصاعقه الجزائريه اللي كونت اساس الجيش الجزائري اللي اتعمل سنه 1962. الصاعقه والمظلات الجزائريه اللي عملها المصريين، اللي جايه تحمي المصريين اللي علموهم، واخدين بالكم انتوا ازاي؟ وتمر 5 سنين على انشاء الجيش الجزائري الحر، وتحصل نكسه 67 من الكيان الازرق ويعتدي على مصر ويجي وياخد سينا. وجمال عبد الناصر يستنى بقى هلمة الناس اللي كان بيساعدهم والناس اللي كان بيحررهم دول، يبص وراه يبص جنبه ما يلاقيش اي حد، وينصدم الرئيس جمال عبد الناصر، انا اللي كنت بساعد وبدرب وكنت بضحي بكل ده عشان هم يتحرروا، دلوقتي سايبني؟ طب الجزائر هتعمل ايه؟ الجزائر تكتفي بالتنديد والتهديد بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع كل الناس الوحشة دي. سنة 67 مفيش عسكري واحد جزائري اتحرك من الجزائر وجه مصر، مفيش طلقة واحدة اتضربت من الجزائر دفعت فيها عن مصر، مفيش مصدر واحد يقول ان في عسكري جزائري اتحرك واشتبك مع اي اسرائيلي في الفتره دي نهائي. اما في حرب اكتوبر سنه 1973 في بقى هنا بقى المشاركه الجزائريه. تعالوا بقى نتفرج على المشاركه الجزائريه. ايه اللي حصل بعد طبعا حرب العاشر من رمضان؟ بعد ايام منها ولما جه بقى ايه الانتصار المصري بدأ يظهر للعالم كله، بعتت هنا بقى في هنا تدخل بقى من القوات الايه الجزائرية. القوات الجزائرية بعتت سرب طيارات ولواء مدرعات ودبابات وبالفعل جم مصر، ولكن كانت المشاركة شرفية بالكامل، مفيش اي طلقات ضربت ولا في عسكري اتعور حتى ولا اي حاجة. كانت القوات دي موجودة في حين ان مصر حصل لها انهزام، حصل لها ان هي احتاجت اي تدخل عسكري، فالقوات دي كانت موجوده عندنا في مصر، كتر الف خيرهم والله. مفيش اي معركه فرديه ولا اي اشتباك حصل من القوات الجزائريه اللي كانت موجوده في مصر سنه 1973 مع قوات الكيان الازرق. وكان معكم حورس قبط مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.